عملت بقى احلى صينية بسيسة بالبرتقال مع كوباية شاي بلبن بقى، يا سلام، تحفة ودايبة دوب كده. بصوا الجمال وبصوا لونها ما شاء الله عليها، تحفة. طبعا البسيسة اللي ما يعرفهاش دي بتبقى بدقيق الذرة. تعالوا يلا نشوف عملناها ازاي. حطيت 3 بيضات، معلقة كبيرة خل، كيس فانيليا، حطيت كيسين فانيليا، وكوباية ونص من السكر، سكر حبيبات. دي كوباية ودي كوباية، وطبعا السكر حسب الرغبة، يعني لو مش عايزاه مسكرة قوي حطي كوباية وربع سكر. انا حطيت كوباية ونص سكر، كوباية الا ربع زيت. ممكن بقى نحط كوباية عصير برتقال، وممكن نستبدلها بكوباية لبن. لو انتي مش عايزاها بالبرتقال ممكن نستبدلها بنص برتقال ونص لبن. وهنا بقى بشرت معلقتين كبار قشر برتقال، وهحط بقى دي كده المواد السائلة كلها ضربتها في الخلاط. وهنا بقى كوباية ونص دقيق ذرة، وكوباية ونص دقيق ابيض، كيس بيكنج باودر. هضرب بقى السوائل على المواد الجافة، وهضربهم بالمضرب كويس قوي. هستخدم بقى المضرب لان طبعا الخلاط مش هينفع يضرب الدقيق كويس، فهستخدم المضرب الكهربائي في الضرب ده. هضربها بقى كويس قوي. عايزه اقولك ريحه البرتقال كانت قلبة الدنيا. هنسخن بقى الفرن على 180، واول ما يسخن كده ندخل فيه الصواني على طول. دي مقدار صينيه واحده كبيره، بس انا حبيت المره دي اعملها على صينيتين. عملت صينيه لينا وصينيه هديتها بقى، صبيت كده الصينيتين بالشكل ده، وطلعت زي العسل وعالية وطرية وهشة وفيها كل الصفات الحلوة. دي طريقتي في الكيكة او البسيسة، واحدة ما بتتغيرش. بصوا الجمال بقى، تحفة. لازم تجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه.